النادي الأهلي بيصرف النظر عن ضم اللاعب إيريك كوتيسا، وده بسبب عدم الحاجة لخدماته الفنية ووجود أكتر من لاعب في نفس مركزه. والنادي الأهلي عايز يستغل مكان اللاعب الأجنبي في مركز خط النص بدل من مركز الجناح. عشان كده النادي الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب إيريك كوتيسا. حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب يوسف بالعمري. ردت الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب بعد الأخبار اللي كانت منتشرة في الصحف والمواقع المصرية عن دخول النادي الأهلي في المفاوضات مع الباك الشمال يوسف بالعمري. والشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب نفت كل الأخبار المرتبطة بتفاوض النادي الأهلي مع اللاعب. قرر مسؤولين النادي الأهلي منح مستر كولر الثقة الكاملة وفرصة جديدة علشان يحافظ على وجوده في منصب الإدارة الفنية للنادي الأهلي. وماتش صن داونز هيكون الفرصة الأخيرة ليه علشان يكمل بقى عقده. ومصير مستر كولر مرتبط بماتشين الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وسبب تمسك النادي الأهلي بمستر كولر وإنه يدوله فرصة جديدة على الرغم من تراجع الأداء والنتائج هو إن مفيش وقت إنه يجي مدير فني جديد ويبدأ من الأول مع الفريق، وخصوصا إننا داخلين على بطولة كبيرة زي كأس العالم للأندية بعد أقل من شهرين. ارتفعت أسهم اللاعب السلوفيني نيتسي جراديشار إن هو اللي هيقود هجوم النادي الأهلي في ماتش الإياب مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، في ظل عدم تحديد موقف اللاعب وسام أبو علي اللي اشتكى من آلام العضلة الضمة بعد ماتش بيراميدز في الدوري العام. رصد مسؤولين النادي الأهلي مكافآت مالية ضخمة للاعيبة الفريق لتخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، وده علشان يسجل إنجاز تاريخي إن النادي الأهلي يتأهل لنهائي البطولة ويكسبها، ويكون لأول مرة في تاريخ البطولة إن فريق واحد ياخد البطولة 3 مرات بشكل متتالي. وعشان كده النادي الأهلي رصد المكافآت المالية الكبيرة دي لتحفيز اللعيبة. واستبعد مستر كولر المدير الفني 7 لعيبة من قائمة الفريق اللي هتواجه صن داونز، وهم علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف، ودول لأسباب فنية، وكريم فؤاد ويحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة. ولسه مستمرين في تغطية أخبار ماتش النادي الأهلي مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي. ومسؤولين النادي الأهلي كانوا بعتوا خطاب لوزارة الداخلية علشان ماتش الإياب يكون بالساعة الكاملة للاستاد، وكانت الموافقة المبدئية على حدود 30,000 مشجع. وبعد ما مسؤولين النادي الأهلي بعتوا الخطاب لوزارة الداخلية، وزارة الداخلية وافقت على طلب النادي الأهلي إنه يكون ماتش الإياب بالساعة الكاملة للاستاد. وبناء عليه مسؤولين النادي الأهلي نزلوا بيان شكر بيشكروا فيه قيادات وزارة الداخلية على تلبية طلبات النادي الأهلي. الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيقرر انه يدعم الفرق الاربعة المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ من 2 ل 3 مليون دولار، والأندية الأربعة المشاركة في البطولة هم النادي الأهلي ونادي الوداد البيضاوي المغربي ونادي صن داونز الجنوب أفريقي ونادي الترجي التونسي. كان في جلسة جمعت ما بين مستر كولر واللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لتهيئة اللاعب من الناحية النفسية للمرحلة اللي جاية علشان قوة الماتشات اللي النادي الأهلي هياخدها في كأس العالم للأندية والدوري العام وبطولة أفريقيا. والجلسة دي كانت بسبب تراجع أدائه الفترة اللي فاتت وصيامه عن التهديف لفترات طويلة. وفي أخبار اتنشرت إن في عرض متقدم من نادي فرانكفورت الألماني للاعب بقيمة 8 مليون دولار. ورحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية وارد جدا وبنسبة كبيرة، ودي رغبة مشتركة ما بين اللاعب والنادي الأهلي. من جانب اللاعب وسام أبو علي شايف إنه هيكون لاعب في دوري من دوريات الخمسة الكبرى وهتكون حاجة مفيدة ليه ولمستقبله الكروي. وبالنسبة للنادي الأهلي المبلغ الكبير بيخلي المسؤولين في النادي الأهلي بيفكروا بشكل جد إنه يوافقوا على العرض المتقدم من نادي فرانكفورت ويعوضوا وسام أبو علي بلاعب تاني بقيمة مادية أقل. سبب تأخير النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، وده السبب فيه إن مسؤولين النادي الأهلي مش عايزين يعلنوا عن صفقة زيزو لأنه مرتبط بعقد رسمي وقانوني مع نادي الزمالك. ومن الممكن إن النادي الأهلي يعلن عن صفقة زيزو بعد آخر ماتش نادي الزمالك في الموسم بحد أقصى 48 ساعة.